اليوم اللي كريستيانو رونالدو رجع فيه مانشستر يونايتد، الملعب ما كانش بيسقف، الملعب كان بيستقبل ذكرى. جمهور فاكر المجد، نادي فاكر ايام ما كان بيكسب، ولاعب راجع مكان عمره ما نسيه. الناس كانت فرحانه والتيشيرتات اتباعت والهتافات رجعت، والاحساس ان الزمن ممكن يرجع كان مالي المكان. بس اللي محدش كان شايفه ساعتها ان النادي اللي رونالدو رجع له مش هو النادي اللي سابه. اوضه اللبس بقى كان في حاجه غريبه، مش كره ولا احترام كامل، حاجه ساكته كده. رونالدو دخل وهو فاكر ان القصه معروفه، انه يرجع يلعب ويكسب، بس من اول اسبوع كان واضح ان في قواعد جديده وفي حكايه هو ما كانش جزء من كتابتها. ومع كل ماتش الفرحه اللي بدات حبه حبه اتبدلت بتساؤلات، مش عن المستوى ولا على السن، عن حاجه اعمق. ازاي اسطوره ترجع البيت وتحس انها ضيف؟ فدي قصه رونالدو في مانشستر يونايتد، قصه بدات باحتفال انتهت بسؤال محدش كان مستعد يساله. في اليوم اللي كريستيانو رونالدو رجع فيه مانشستر يونايتد، محدش كان قلقان، ولا الجمهور ولا الاعلام ولا حتى النادي نفسه. كل حاجه كانت ماشيه على احساس واحد بس، هي الفرحه. رجوع اسم كبير، ملعب مليان، هتاف قديم رجع، واحساس ان في حاجه اتصلحت لوحدها. بس اللي حصل في اليوم ده ما كانش بدايه قصه، كانت بدايه سوء فهم كبير جدا. لان اللحظه اللي الناس كانت فيها بتحتفل كان في قرار اتاخد من غير ما حد يسال هو القرار ده هيمشي ازاي جوه النادي. رونالدو دخل يونايتد، والنادي وقتها ما كانش عنده خطه واضحه، مش مشروع يمشي عليه، مش فكره ثابته. كان عنده حاجه واحده بس، واسم كبير محتاج يتغطى، واسم اكبر رجع يغطيه. وفي اوضه اللبس ما كانش فيه احتفال، كان فيه صمت، لا ترحيب زياده ولا رفض، بس احساس غريب ان في حد دخل وكل الادوار اتلخبطت. مين القائد؟ مين النجم؟ مين اخر واحد يتكلم؟ اسئله ما اتقالتش، بس كل واحد كان حاسس بيها. رونالدو ذات نفسه اصلا ما دخلش هو قلقان، دخل هو فاكر ان الحكايه معروفه برضه، اللي هو يلعب يكسب ويكمل. بس المشكله ان النادي اللي رجع له ما كانش عارف هو عايز يكسب ازاي اساسا. ومن اللحظه دي بقى القصه خرجت من انها عوده وبقت اختبار لنادي مش ثابت، واللاعب عمره ما عرف يعني ايه يبقى جزء من حاجه مش واضحه. وده كان اول شرخ، مش في الملعب، جوه. شرخ ما حدش خد باله منه ساعتها، بس هو اللي فتح الباب لكل اللي جاي بعد كده. علشان نفهم ليه تجربه رونالدو في اليونايتد انتهت بالشكل ده، لازم نرجع خطوه لورا، مش لرونالدو، للنادي. مانشستر يونايتد بعد اعتزال السير كان نادي بيدور على نفسه، مش مدرب واحد ولا اتنين، سلسله قرارات كل واحد فيها بيبدا من الصفر ويهدم على اللي قبله. ديفيد مويس راجل عجوز خبره، جه عشان يحافظ فوقع. فان جه عشان يبني، بس بنى من غير روح. مورينيو كسب بطولات بس خسر الفرقه. وسولشاير رجع الاحساس بس من غير نظام. طب يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني لما رونالدو رجع في 2021 ما رجعش النادي عنده هويه، رجع لنادي بيغير رايه بسرعه، بيخاف من القرار الصعب، وبيعيش على لحظه مش على مشروع. وده اخطر نوع انديه بقى تحط فيه اسطوره، لان الاسطوره دايما بتيجي وهي فاكره ان في خطه، في طريق، ان في حد عارف هو عايز ايه. بس الحقيقه ان يونايتد وقتها كان فريق بيعتمد على المرتدات، اللحظه، الفرديات، مش منظومه. رغم كده رونالدو لما لعب سجل اهداف حاسمه، زي طبعا هاتريك توتنهام وماتش ارسنال اللي قلبه، اهداف رجعت الفريق ماتشات كتير جدا، اهداف في الشامبيونز ليج انقذت موسم كامل زي الجون بتاع فياريال في اخر دقيقه. يعني بلغه الارقام رونالدو ما رجعش ضعيف، رجع فعال. لكن المشكله ان الاجوان دي كانت بتغطي مش بتحل، كانت دايما بتدي احساس ان كل حاجه تمام وهي مش تمام خالص. والجمهور كده كان مبسوط، والاعلام مركز على الارقام. الاداره كانت واقفه قدام سؤال مرعب، نبني الفريق على رونالدو ولا نبدا صفحه جديده من غيره؟ والسؤال ده ما تجاوبش، اتركن لحد ما الموسم خلص واليونايتد قرر يغير الاتجاه ويجيب مدرب مش عشان يكسب دلوقتي، عشان يفرض نظام. وهنا دخل إيريك تين هاج، مدرب جاي من مدرسه مختلفه، مدرسه الانضباط، الجري والتفكير الجماعي، مدرسه ما بتحبش الحلول الجاهزه ولا النجوم اللي فوق النظام. ومن اللحظه دي بقى في تناقض تاريخي. كريستيانو عارف ومتعود ان الفريق دايما بيخدمه، ومدرب جاي فكره ان مفيش حد اكبر من الفكره. التناقض ده ما كانش واضح في اول يوم ولا اول ماتش، بس كان موجود ساكت وبيكبر واحده واحده. ورونالدو دخل الموسم الجديد وهو فاكر ان اللي فات هيتحسب، ان اللي سجله واللي انقذه هيديه وزن. لكن النادي كان داخل مرحله مش بتبص لورا، ودي اول مره رونالدو يحس ان تاريخه مش هو الورقه الرابحه. ومن هنا بقى بدات القصه تاخد شكل تاني خالص، مش صدام مباشر لكن تغيير اتجاه. والتغيير ده كان محتاج تنازلات. والسؤال اللي هيقلب كل حاجه بعد كده، مين اللي هيتنازل؟ الاسطوره ولا النادي؟ ولا الاتنين هيكملوا لحد ما يحصل الانفجار؟ خلينا ننسى الاسماء لحظه ونتكلم كوره بجد. إيريك تين هاج لما مسك اليونايتد كان عنده مشكله واضحه جدا، الفريق ما بيجريش، ما بيدافعش كوحده، وبيسيب مساحات مرعبه. واول قرار اخده انه يفرض نظام، مش نجوم، مش استثناءات، نظام، ضغط عالي، جري مستمر، وكل لاعب لازم يشارك في الدفاع. الفكره دي نجحت معاه في اياكس، نجحت لان اللعيبه صغيره سريعه ومش لسه لعيبه كبار. لكن هنا بقى في اليونايتد كان في استثناء تاريخي، كريستيانو رونالدو. في المرحله دي ما كانش لاعب ضغط، وده مش عيب، ده تطور طبيعي لمسيرته. هو لاعب يتمركز صح، يقرا اللعب ويخلص الفرصه من ولا حاجه. يعني قيمته مش في الجري، قيمته في اللحظه. والسؤال هنا مش استفزازي والله، سؤال كوره. ليه تطلب من اعظم فينيشر في تاريخ اللعبه دي انه يضيع طاقته في حاجه مش هيديك احسن ما عنده؟ تين هاج اختار انه ما يغيرش الفكره، ما عملش نظام يخدم رونالدو ولا حتى نظام يوازن، اختار يا تدخل المنظومه يا بره. وده قرار شجاع جدا، محدش قال حاجه، بس مش دايما ذكي، لان التاريخ بيقول ان الفرق الكبيره دايما بتعرف ازاي توظف اساطيرها مش تكسرهم. مانشستر يونايتد نفسه عملها قبل كده، فيرجسون غير ادوار جيجز وسكولز، حتى رونالدو نفسه عشان يطلع احسن نسخه. لكن تين هاج كان جاي يثبت حاجه، ان المشروع
مشروع اكبر من اي اسم. وفي نفس الوقت رونالدو ما ساعدش برضه، رفض فكره انه يبقى مهاجم دقايق، رفض يبدا من الدكه، ورفض يعترف ان دوره اتغير. يعني احنا قدام ايه؟ مدرب مش عايز يتنازل ولاعب مش قادر يتنازل، والنتيجه لا الفريق استفاد ولا رونالدو ظهر ولا الجماهير فهمت. رونالدو كان بيتعاقب تكتيكيا مش عشان وحش، عشان مش مناسب للفكره، وتن هاج كان بيعاند تكتيكيا مش عشان بيكره رونالدو، عشان لو كسر القاعده مره الفكره كلها بتاعته هتبوظ. وده اخطر نوع صدام في الكوره، صدام ما فيهوش شرير واضح بس فيه غلطه كبيره انك ما لقيتش حل وسط. كان ممكن تلعب رونالدو في ماتشات معينه تستخدمه كسلاح تبني حواليه لحظات مش منظومه، بس برضه لازم نكون صريحين ان رونالدو طلع من ريال مدريد بعدها قضى الفتره بتاعت يوفنتوس، وتقريبا من بعد فتره يوفنتوس دي هو كان خلاص خلص كوره نوعا ما. بس نرجع بقى تاني ان رونالدو مبقاش لاعب اساسي بقى مشكله، ومربط الفرس هنا مهم جدا. المشكله ما كانتش ان رونالدو كبر ولا ان تن هاج متعنت، المشكله انهم حاولوا يغيروا بعض، والكره عمرها ما نجحت لما حاولت تغير اللي مبني من سنين في موسم واحد. ومن هنا بدا الغضب مش في الملعب جوه، واللي جاي كان مساله وقت مش اكتر. في لحظة معينة رونالدو قرر يعمل حاجة عمره ما عملها بالشكل ده قبل كده، قرر يتكلم مش عشان يشتم مش عشان يولع، لكن عشان يقول أنا تعبت. الشهور اللي فاتت كانت تقيلة عليه، دكة، تجاهل، إحساس إنه مش بس لاعب مش أساسي، لا لاعب مش مرغوب فيه. ورونالدو لما حس بكده ما عرفش يكمل ساكت، طلع وقالها صريحة، أنا حاسس إني اتخنت، مش كورة مش تكتيك، خيانة. قال إن في ناس جوه النادي ما احترموش تاريخه، وإن أول مرة في حياته يحس إن مدربه مش شايفه ولا مقدره ولا حتى عايز يسمعه. وقال جملة وقتها قلبت الدنيا، قال أنا ما بحترمش المدرب لأن هو ما بيحترمنيش. الجملة دي لوحدها كانت كفيله تقفل اي باب، لان دي مش شكوى، دي اعلان قطيع خلاص. رونالدو كمان اتكلم عن النادي نفسه، قال ان مانشستر يونايتد من ساعه ما سابه وما اتحركش خطوه لقدام، نفس المكان نفس التفكير نفس المشاكل. وقال بشكل واضح انا اتصدمت لما رجعت، مش ده النادي اللي كان في دماغه ولا البيئه اللي كان فاكرها ولا الاحترام اللي كان مستنيه. والحاجه بقى اللي كانت وجعه اكتر لما اتكلم عن موقف شخصي جدا وقت ما غاب بسبب مرض ابنه، وحس ان في ناس ما صدقتوش او شافت الموضوع ده حجه وهو بيتهرب من النادي. ودي نقطه خطيره، لان من هنا بقى القصه بطلت تبقى كوره، بقت انسان قدامه اساسا لاعب بيقول انا اتوجعت ومحدش سأل. الانترفيو ده ما كانش عصبي او اي حاجه من الحاجات دي، ده بالعكس كان هادي اصلا، بس كل كلمه كان فيها تقيله. رونالدو ما كانش بيصرخ، كان بيتكلم وهو عارف ان بعد الكلام ده مفيش رجوع، والنادي فهم الرساله كويس. الرد جه بارد قصير رسمي، يعني بشكل اوضح هي خلاص خلصت، مفيش نقاش مفيش رد عاطفي مفيش محاوله فهم. من اللحظه دي العلاقه اتقفلت رسميا. والجمهور بقى الجمهور اتقسم، ناس شافت اسطوره اتظلمت، وناس شافت لاعب كسر قواعد النادي، وناس ثالثه كانت زعلانه مش على مين صح ومين غلط قد ما هي زعلانه ان النادي ما كانش فيه لا بالاسم ولا بالتاريخ. رونالدو كالعاده مشي مش بنهايه دراميه ولا بوداع كبير، مشي هادي بس من جوه كان فيه جرح. والحقيقه بقى اللي حصل ده ما كانش مفاجاه خالص، ده كان نتيجه طبيعيه لسلسله قرارات غلط وسوء اداره علاقه بين اسطوره ونادي مش عارف يتعامل مع حجمها. وده بيخلينا نوصل للسؤال الاخير اللي لازم يتسال، هل رونالدو غلط؟ في حاجات. هل تن هاج غلط؟ اكيد، بس الاكيد الاكتر ان الكل خسر. بص القصه دي مش ابيض واسود، ولا رونالدو ملاك ولا تن هاج شرير، ولا في مدرب صغير كسر اسطوره ولا اسطوره دمرت مشروع. الحقيقه انها في النص. اكيد رونالدو غلط لما خرج الكلام بره النادي، المواجهه كانت المفروض تفضل جوه اوضه اللبس بينه وبين المدرب ومع الفريق، بس هو اختار يطلعها لقدام العالم كله. غلط لما ما استحملش دور اقل، بس طبيعي، ده مش لانه اناني، لانه طول عمره اسطوره مطلوب منه يكون اسطوره وما قدرش يتاقلم مع دور اقل، ومع الاسف دخل معركه كرامه بدل ما يكمل معركه كوره، والفرق كبير وده كلفه كتير جدا. تن هاج بقى ده غلط لما حاول يتعامل مع رونالدو زي اي لاعب عادي، طلب منه حاجات مش متناسبه مع اللحظه، مع وزن الاسم، مع حجم الخبره، ومع التوقعات اللي على اللاعب ده. نسي ان واحد زي كريستيانو مش اكيد هيتضرب بالخطط بس، لكن الاسم بالاحترام بالاحتواء ده مش ضعف، ده خبره قليله في اداره شخصيه خارقه بحجم كريستيانو. اكبر بقى غلط حصل كان من النادي ذات نفسه، رجع رونالدو بدافع عاطفي من غير ما يحدد دوره بوضوح، من غير ما يبني مشروع يحميه ويحمي المدرب، ساب الاثنين يخبطوا في بعض لحد ما الانفجار ده حصل. الحقيقه بقى لازم كل حد يعرفها، المشكله مش ان رونالدو رجع، المشكله ان محدش كان جاهز لرجوعه. رونالدو مشي، تن هاج كمل، والنادي لسه بيدور على نفسه. بس اللي اتكسر هنا مش موسم مش عقد مش علاقه، اللي اتكسر حلم كان ممكن يبقى احلى بكتير لو اتدار صح. في الاخر دي كانت قصه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد. في رايك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، واصح اي فكره عايزين اعملها ان شاء الله اكتبها لي تحت في الكومنتات. ويلا سلام.